ورا كل ضوء كاميرا في سر غامض محدش يعرفه. بطلتنا ممثلة ناجحة بس ماضيها ممكن يدمرها في أي لحظة. تعالوا نشوف ازاي هتداري على ماضيها ده وايه المصايب اللي هي هتعملها. بيبدأ المسلسل بجين وهي صغيرة وبنعرف ان مامتها دايما كانت بتضربها لما كانت بتبقى شاربة، وفي يوم لما باباها جه من بره حكت له على الموضوع دوت. الغريب بقى هو رد فعل أبوها لما شال مامتها ورماها من على سلم من مكان عالي قوي، وساعتها قال لجين إن هو هيجيب لها أم تانية وهتكون غنية، وإنها لو قالت لحد على اللي حصل دوت هتترمي زي مامتها بالظبط وعلى إيده هو، وبيضحك لها بضحكة خبيثة. وبعدها بيمشي فجين بتنزل علشان تشوف مامتها وبتلاقي إن مامتها لسه عايشة عادي، وبتطلب من جين كمان إن هي تساعدها وتتصل بالإسعاف أو أي حد يلحقها، بس جين مش بتدي أي رد فعل وبتسيبها وبتمشي. بنيجي بعد كده للوقت الحالي وبنلاقي إنها كبرت ودلوقتي بقت ممثلة مشهورة وكل الناس بيحبوها، بس في حاجات كتير هي مخبياها. وبنرجع بقى لما جين كانت لسه في مدرسة ثانوي، وبيكون في يوم عيد ميلاد المدرسة بتاعتهم في الفصل، وفجأة وهما بيحتفلوا بعيد ميلادها في شخص بيخش وبيضربها وبيكون معاه صور ليها، والصور دي ما بتكونش كويسة يعني، وكل المدرسين والطلاب بيشوفوا الصور ديت والمدرسة بتتفضح، وده بيؤدي ان هي تطرد من الشغل وكمان بيحصل لها تحقيق. وهي ماشية بقى جين بتروح لها وبتقول لها ايه رأيك بقى في الهدية دي اللي انا جبتها لك؟ مش انتي دايما بتقولي لي ان انا ما عنديش اهل، فعلشان كده ممكن الهدية تكون مش قد المقام شوية، لكن انا اديتها لك بكل حب. وبيكون واضح كده ان جين هي اللي ورا الموضوع ده. المدرسة بتتصدم وبتمشي بسرعة. بعدها بنشوف طالبة اسمها سونج، وبيبان كده ان ديت من الشاطرين وبتكون رايحة تشوف الدرجات، بس بتلاقي ان جين نجحت عليه وان جين الاولى وسونج التانية، فبتروح تسأل المدرسة بتاعتها ازاي ده حصل، فبتقول لها ان جين نجحت في اختبار الفن ففرق عنها في الدرجة يعني. وساعتها سونج بتفتكر لما شافت جين وهي مع مدرس الفن في الأوضة، وساعتها في طالب جا وخدها بعيد علشان يلهيها تقريبا. بعد كده بنشوف سونج وهي بتحاول تقرب لجين علشان تفهم منها ازاي طلعت الأولى وكده، وبتكون كمان شاكة فيها يعني ومفكرة ان وراها حاجات كتير. بعدها بتشوف المدرسة بتخش وكل الطلاب بيسقفوا لجين لانها طلعت الأولى، كمان جون اللي هو مشى سونج قبل كده من عند المكتب، وساعتها جون وسونج المفروض كانوا يعملوا مشروع مع بعض، بس جون بيتنازل لجين وبيقول ان هي تاخد المشروع ده بداله. ولما بيقعدوا يخططوا للمشروع دوت جين بتكون هي القائدة بتاعتهم، فساعتها سونج بتتضايق اكتر من اللي حصل دوت. وسونج لما بتركب مع مامتها العربية بتحكي لها عن جين وانها متضايقة منها، وبتسأل مامتها جين بتاخد دروس خصوصية فين علشان تاخد هي كمان وتتفوق عليها. مامتها بتقول لها ان المدرسة اللي اتطردت دي كانت قايلة لها ان جين يتيمة وانها ما عندهاش اهل علشان حتى يدفعوا لها فلوس الدروس الخصوصية، وان ام سونج كانت بترشي المدرسة بس مش هتقدر دلوقتي لانها اتطردت خلاص. فساعتها سونج بيكون في نظرة كده شر على وشها بعد ما عرفت ان جين يتيمة. وبعد كده بنشوف جون وهو عند جين في البيت، وبيكونوا قاعدين يتكلموا مع بعض وعلاقتهم مريبة شوية يعني مش مفهومة. وبيكون في جواب جال جون من سونج كاتباله في الجواب ده ان هي معجبة بيه، فساعتها جون مش بيكون مهتم اصلا، بس جين بتقوله انها هي اللي هترد عليها فبيوافق فعلا. تاني يوم في المدرسة بنشوف ان جين اتعرف انها عايشة لوحدها وانها مش عايشة مع اهلها، وكمان طلعت من المسابقة، وكل دوت كان بسبب سونج طبعا. وهي بقى في الفصل وكانت بتفكر في اللي كان بيحصل لها زمان من مامتها، سونج بتيجي وبتقاطعها وبتكلمها شوية عن موضوع المسابقة ده وبتقول لها حظك مش كويس المرة دي، المرة الجاية تعوضيها بقى. فساعتها جين بتسألها إذا كانت معجبة بجون، فساعتها سونج بتتصدم شوية من السؤال دوت، وجين بتديها ورقة وبتقول لها إن جون كان مكسوف يعني يديها الورقة دي بنفسه، فقال لجين إن هي تديها لها. ولما بتفتح الورقة بتلاقي مكتوب فيها بخط أحمر كبير إن محدش بيحبها، وطبعا كل ده مخطط يعني من جين. وبعدها لما بتكون قاعدة مع المدرسة بتاعتها هي والناس اللي معاها في المسابقة بيعرفوا إن مدرستهم خرجت من المسابقة خالص، وده بسبب إن اتعرف إن كان في أهالي بيدفعوا للمدرسين رشاوي. ساعتها سونج بتدخل الحمام وبتكلم مامتها وبتكون متعصبة من جين لأنها متأكدة
متأكدة إنها اللي نشرت الإشاعة. وساعتها جين بتخش وبتقول لها يا ترى بقى هتعملي إيه في اللي عمل كده، ما انتي كمان نشرتي عليا إشاعة إن أنا يتيمة، استحملي بقى. فسونج بتفضل تعايرها إن هي يتيمة وإن الدولة بتصرف عليها وإن بسبب الضرايب اللي باباها بيدفعها جين بتاكل، يعني هي اللي معيشاها. فساعتها جين بتقول لها شكرا وبتمشي، فده بيعصب سونج أكتر. وسونج بعدها بتروح للفصل وبتكتشف إن جين هي اللي كانت كاتبة كده على الورقة بتاعت جون. بنشوف بعد كده جين وهي بتكلم حد في الحمام وكانت بتقوله على شخص يعني ما دفعش الفلوس. وبعد ما بتطلع من الحمام بتلاقي سونج غرقتها بالمية وبتقول لها اعرفي قيمتك كويس علشان انتي عمرك ما هتتساوي بيا. وبعدها بنشوف الشخص اللي جين كانت بتكلمه وهو بياكل في مطعم كده، والمطعم ده بيطلع نفس مطعم الولد اللي مسددش الديون. وبيقول لأم الولد دوت ان هو اختفى بقاله 10 ايام ومش لاقيين له اثر، وبيقول لها تدفع الفلوس بسرعة اللي عليه. بنرجع لجين اللي بتدخل الفصل بتاعها وهي غرقانة مية وكله بيكون مستغربها. فساعتها جون بيقوم بسرعة وبيغطيها وبيستأذن من المدرس وبياخدها على الممرضة. وهما في الطريق بيقابلوا الشخص اللي جين كانت بتكلمه، هو بيسألهم إذا كانوا هربانين من الحصة ولا إيه. فساعتها جون كان يتخانق معاه بس جين بتوقفهم وبتقوله إن هي رايحة لمكتب الممرضة وبتقوله يخبي السماعات اللي في إيده ديت. وبنعرف إن هو كان بيسرق السماعات دي من فترة وهي شافته، وساعتها اتفقوا مع بعض إن هما يبقوا يدوا للطلاب فلوس وياخدوا منهم الفلوس بفوايد يعني، وجين هي اللي بتاخد الفوايد ديت. وفي مرة وهو قاعد ماسك النوتة اللي فيها كل الشغل بتاعهم وهو في الفصل، المدرس بيشوفه فبيجري بسرعة وبيوقع الموبايل بتاعه. فساعتها سونج بتشوف الموبايل وبتشوف كل الرسايل اللي بينه وبين جين، بس ما بتكونش عارفة ان دي جين يعني. وبنيجي بعد كده لجين اللي بتكون مع جون في مكتب الممرضة وبتقوله على موضوع سونج واللي هي قالته لها، وبتقوله انها خايفة منها. فساعتها بينيمها على السرير وبيفضل يبصلها بس لما بتسأله هتساعدني ولا لا. تاني يوم في المدرسة أصحاب جين بيقولوا لها على موضوع كيم اللي هي بتكلمه ده ومتفقة معاه، وبيتعرف إن هو كان بيدي للطلاب فلوس وبياخد منهم فوايد. وبعدها بتروح تقابله، بيقول لها إنه ما قالش لأي حد إن هي يعني كانت معاه في الموضوع دوت من غير مقدمات. ساعتها بتروح حضناه بسرعة فبيتصدم وبتعرف يعني لما ضلوعه بتوجعه إن بابا ضربه تاني، وبتقوله أنت كل مرة باباك بيضربك فيها بحس إن أنت مثير للشفقة يعني. فكيم ساعتها بيقول لها أنا ما كنتش أعرف إنك شايفاني كده، وبيقول لها إنه بيسيبه يضربه علشان ما يروحش يضرب ناس تانية بره، وإنه مهما كان ملوش لازمة ما ينفعش برضه يضرب باباه. ساعتها بتقوله لا ينفع عادي انت بتحمي نفسك، فبيكون مستغرب شوية. فبتقوله إنه هو بالنسبة لها يعني ليه لازمة، وبيكون كل دوت سونج شايفاهم أصلا، وبتكون بتبص بنظرات شر كده. ومن السطح كمان جون واقف وشايف كل الموضوع. وفي وقت الغدا سونج بتضايق جين تاني وبتدلق على أكلها مية، وبعد ما بتمشي بتقول لها انا عارفه ان انتي الزعيمه بتاعت كيم، ايه رايك بقى لما تتفتحي في المدرسه هيكون ايه رد فعلك. وبيكون جون واقف وشايف كل ده من بعيد، فبينده بعدها لسونج علشان تكلمه، وساعتها بيتكلم مع سونج وبيقول لها انا عارف ان انتي عرفتي ان جين اللي ردت عليكي بالنيابه عني، بس انا عايزه اقولك بقى الرد الحقيقي بتاعي. وبيشدها عليه وبيقول لها ان هو معجب بيها وعارف يعني انها معجبه بيه بقالها حبه. فساعتها بتسأله إذا كانوا هما مرتبطين دلوقتي، فبيقول لها الأول بس قبل ما أقولك أنا مش عايز حبيبتي تكون بتتنمر على الناس لأن دي أكتر حاجة أنا بكرهها. وبيقول لها لو عاوزة ترتبط بيه تبطل بس تتنمر على جين لأنها صاحبته من زمان يعني، فهو مش هيسمح بكده. فبتقول له مين قالك كده، بس ده أنا وهي قريبين جدا. ساعتها بيقول لها بقى إن هما يبقوا يروحوا يتفرجوا على فيلم مع بعض. نيجي بعد كده لكيم بالليل اللي بيكون خارج من محل موبايلات واشترى موبايل جديد، وساعتها بيكلم جين من عليه فبتقوله ان هي عاوزة تقابله ضروري دلوقتي، فبيروح لها جري بسرعة. وساعتها جين بتقوله ان سونج عرفت كل حاجة وكلها وقت والمدرسة كلها تعرف عن موضوعهم هما الاتنين واللي بيعملوه مع الطلاب. فبيكون خلاص متعصب على اخره وبيقول لها ان هو مش هيسيبها يحصل لها حاجة لانها كانت هتعيط خلاص. وبيقول لها انا عارف انك ذكية، قوليلي بس بالخطة اللي انت هتعمليها وانا هنفذ كل حاجة. تاني يوم في المدرسة بقى سونج بتقول لاصحابها ان هي ارتبطت بجون خلاص، فبيكونوا مستغربين قوي ان هو وافق يرتبط بيها حتى بعد ما دلقت ميه على جين يعني وهي بتاكل. فبتقول لهم ما فيش الكلام ده، دي اتدلقت بالغلط، انا وجين دلوقتي حبايب خلاص. ولما بتروح الفصل وبتفتح خزنتها جين بتكون واقفة جنبها وبتعرف رقم الخزنة وبتقول رقم الخزنة لكيم، وبيبان كده ان هم عندهم خطة.
بعد كده في حصة الألعاب سونج بتقول لجون إن هي حجزت فيلم خلاص وهيتفرجوا بقى عليه مع بعض، فبيقول لها إن هي في حصة الألعاب تبقى تقول للمدرس إنها تعبانة يعني وتقابله في الفصل، فهي بتبقى فرحانة قوي وفعلا بتعمل كده. في نفس الوقت ده جين راحت لأوضة الفن علشان تتكلم مع المدرس شوية. بنرجع تاني لسونج اللي بتروح فعلا للفصل علشان تقابل جون بس مش بتلاقيه، وبيكون كاتب لها على السبورة إنها تقابله في أوضة الفن. وبعد ما بتطلع كيم بيخش الأوضة وبيطلع الفلوس كده كانوا بيجمعوها علشان جواز للمدرسة بتاعتهم يعني، وبيفتح الخزنة بتاعت سونج وبيحط الفلوس جواها، وبيبعت لجين رسالة وبيقول لها إن سونج جاية على أوضة الفن. ساعتها جين بتقول للمدرس بتاعها إن هي عايزة تتكلم معاه، بس هي ايديها دلوقتي بترعش شوية وهي متوترة، فبتطلب منه يمسك ايديها يعني، ففعلا بيمسك ايدها. وفي الوقت ده سونج بتكون جات لأوضة الفنون وبتشوفهم وبتفتكر يعني إن جين ومدرس الفنون بيحبوا بعض، وبتبص كده بنظرة خبيثة تاني. بعد الحصة لما بيرجعوا الفصل بيلاقي الفلوس اللي كانوا بيجمعوها للمدرسة مش موجودة، وطبعا ما كانش في حد في الفصل غير سونج، فساعتها بيتهموها فعلا، فهي بتتعصب عليهم وبتدلق شنطتها وبتقول لهم انا معيش حاجة اهو. فكيم ساعتها بيقول لهم ما هي ممكن تكون حطهم في الخزنة يا جماعة، وبيكسر الخزنة برجله وبيفتحها وبيلاقي فيها فعلا الفلوس. ومش بس كده بيلاقي فيها موبايله وكمان السماعات اللي هو كان سارقها، يعني لبسها في كل الحاجات دي. فلما بتلاقيهم كلهم ضدها بتقول لهم على الموضوع بتاع كيم وجين، وبتقول لهم ان هما اللي كانوا بياخدوا فلوس من الطلاب. بس كيم بيقول لها لو معاكي حاجة تثبت كده وريني، فبتقول له ان الرسائل اللي على موبايلك، فبيديها موبايله ساعتها ومش بتلاقي اي رسائل لانه طبعا مسحها بسبب الخطة، وبيقول لها دي اول مرة امسك موبايلي من ساعة ما خدته منك، ازاي بقى الرسائل مش موجودة؟ فساعتها بتتجنن اكتر لان جين بتقول لها انت كنتي مفكرة ان الموضوع انتهى بحركة شفايفها يعني من بعيد كده، فبتتجنن اكتر وبتقول لهم طب تعرفوا الاكبر بقى ان جين ومدرس الفنون على علاقة ببعض، وانا شفتهم هما ماسكين ايد بعض وبيتكلموا عن الحب الحقيقي. فساعتها مدرسة الفصل بتاعتهم طلعت جوازتها ديت على مدرس الفنون، فبتخش وبتضرب سونج بالقلم، وساعتها بتقول لجين توضح الموضوع ده، فبتقول لها انها كانت عندها مشاكل وبتتكلم مع مدرس الفن وهو نصحها تروح لمكان كده اسمه الحب الحقيقي. فساعتها طبعا منظرها بيبقى زي الزفت قدام كل الطلاب وكانوا كلهم بيصوروها، وبتبدأ تصرخ زي المجنونة وبيقولوا لها ما كانش في حد غيرك في الفصل في وقت الألعاب، يعني أكيد انتي اللي عملتيها. فساعتها بتقول لهم إنها كانت جاية تقابل جون، ولما جت تسأل جون إن هي كانت جاية تقابله قال لها لا أنا معرفش حاجة، أنا كنت في الأوضة مع صاحبي بنظبط شوية حاجات عن الرياضة يعني، وبيوطي عليها في ودنها وبيقول لها أنا مش قلتلك ما تضايقيش جين تاني. فساعتها بتتجنن خلاص. بعد كده الموضوع بتاع سونج ده بينتشر في المدرسة كلها، وساعتها جين بتكون عاوزة تتكلم معاها. سونج بتقول لها اوعي تنسي ان انتي يتيمة وانا عندي اب وام يقدروا ياخدوا حقي كويس، وانا عارفة ان انتي اللي لفقتي لي التهمة دي. فساعتها جين بتقول لها اي نعم انا ما اتولدتش يعني من غير اهل، بس هعتبر زي ما انتي بتقولي ان انا يتيمة. وبتقول لها انتي عارفة المدرسة اللي اتطردت دي وهي بتخون جوزها كانت بتخونه مع مين؟ كان مع ابوكي اللي هو اشهر محامي يعتبر في البلد. لو اتعرف بقى بموضوع المدرسة ده وإن بنته حرامية يا ترى أهلك هيفضلوا واقفين جنبك؟ وبتفضل تهددها كده بطريقة غير مباشرة وبتحضنها وبتقول لها شكرا إنك خليتي حياتي المدرسية مش مملة. فساعتها سونج بيكون في عقلها إن جين شيطان بالظبط. بعد كده جين بتروح تزور مامتها في المكان اللي هي مدفونة فيه، وساعتها جين بتفتكر لما مامتها زمان كانت بتوديها تسرق مشروب من المحل، ولما الست قفشتها مامتها استخبت وما طلعتش حتى، وبتفتكر كمان جنازة مامتها لما باباها قعد يمثل ان هو بيعيط، وبعد الجنازة على طول مفيش وقت قليل وراح لبيت مراته الجديدة اللي هي كانت عشقته قبل كده. فساعتها جين بتسأله اذا كان هيوديها لدار ايتام، فبيقول لها لو سمعتي كلامي وما ضايقتيش مرات ابوكي الجديدة مش هنوديكي في حتة وهنسيبك تكبري معانا. وبيدخلوا فعلا وساعتها مرات ابوها بتسلم عليها بس هي مش بترد، وبتعرفها بابنها اللي هو جون. ساعتها جين بتسلم على جون عادي، كل واحد فيهم بيعرف عن نفسه للتاني. وفي الأوضة بقى مرات أبوها كانت بتتكلم معاه إن هي عاوزة تشوف طريقة تاخد بيها ورث أبو جوزها اللي هو مات. ساعتها بقى أبو جين بيقول لها إن هو عنده فرصة حلوة إن هو يستغل بنته ويجيب منها فلوس، وبيقول إن هي تاخد بالها علشان بنته دي عندها نفس طباع أمها. وساعتها جين بتكون أصلا ورا الباب وسامعة كل الكلام ده وبتعيط. بنرجع للوقت الحالي تاني وبنشوف أبو جين وهو جاي لها مدرستها، وساعتها سونج بتشوفه وبتعرف إن هو أبوها. في الوقت ده
بقى جين كانت مع كيم ومعاها مذكرات سونج اللي شاتمة فيها المدرسة كلها لأن كيم يعني عرف يجيبها لها. وبعدها بيجيلها اتصال من صاحبتها وبتقولها إن باباها في المدرسة وعايزها، فساعتها بتروح جري بسرعة وبتلاقيه فاضح الدنيا في الدور كله. بس ساعتها جون بيروح له وبيقوله إن هو يمشي من هنا وهيديله فلوس، ففعلا بيمشي من هنا. بس قبل ما يمشي سونج بتسأله ازاي يعني هو أبو جون، قال لها أنا عايش معاه تحت سقف واحد بقالي كتير، يعني يعتبر ابني، وبياخد جون وبيمشي. ساعتها بقى جين بترمي المذكرات بتاعة سونج على الأرض علشان حد ياخدها، وفعلا في شلة بنات كده بياخدوها وبيلاقوها شتمهم فيها. بنيجي بقى لجون اللي بيسحب فلوسه وبيديها لأبو جين علشان ما يضايقهاش تاني، وبيقوله إن هي بنته ويشوفها في الوقت اللي هي عايزاه. فساعتها جون بيقوله طب خليك بس ما تشوفهاش لحد ما تتخرج وبعد كده ابقى اعمل اللي انت عايزه وانا هديك فلوس تاني. ساعتها في الوقت ده كان في رئيسة تنفيذية للشركة بتراقب جين، وبعد ما ابو جين بيمشي الرئيسة ديت بتروح لجين وبتقول لها انها عاوزاها تخش معاها في الوكالة بتاعتها، فجين بتقول لها لا وبتسيبها. في نفس الوقت ده كيم كان بيجري بسرعة علشان يلحق اخوه من ابوه لانه كان هيموته خلاص. ساعتها وهو بيدافع عن اخوه بيخلص على ابوه بالغلط. في نفس الوقت ده جون بيقول لجين ان ابوها مش هيضايقها، فبتقوله ان هو فترة وهيرجع، فبيأكد لها ان هو ممكن ما يرجعش لحد مثلا التخرج ولا حاجة. في نفس الوقت ده البنات اللي شافوا مذكرات سونج وهي كانت بتشتمهم بيمسكوها وبيدوها علقة محترمة وبصراحة تستاهل. في نفس الوقت ده كيم بيكلم عمته وبيقول لها انه هيسيب اخوها الصغير عنده وانها تسامحه على اللي هو عمله. وبعدها بيكلم جين وبيحكي لها على اللي هو عمله يعني، وانه رايح يسلم نفسه دلوقتي، فبتقوله ان هو يعمل نفسه ندمان علشان يصعب عليهم ويخففوا له الحكم شوية. فبيقول لها ان هو مش ندمان فعلا على اللي هو عمله ده، وبيشكرها ان هي وقفت جنبه طول الفترة ديت يعني، وانها اول واحدة تقف جنبه. وبنشوف بعدها ان سونج مشت من المدرسة خالص. بعد فترة بنشوف جين لما بتتقبل في الجامعة اللي هي كان نفسها تخشها، وبيكون جون فرحان لها قوي. وكيم كمان بيبقى في المحكمة وخلاص هيتحكم عليه في القضية بتاعته، وبيقعد يفتكر كلام جين ليه لما بتقوله لو عاوز تشوفني تاني بعد ما تخرج تبقى انسان كويس وما تسرقش علشان الاقي لك استخدام يعني. وبيفضل يعيط، وساعتها بيتحكم عليه من 3 ل5 سنين. وبنيجي بقى لابو جين اللي بنشوفه وهو قاعد يلعب قمار في مكان كده، بس صاحب المكان بيطرده. فساعتها بيروح لأم جون وبيسألها عن بنته، فبتقوله انا هعرف منين يعني بنتك فين؟ انت بعد ما دخلت السجن انا ربيتها شوية وبعد كده هي مشت. فبيسألها اذا كانت تعرف طيب جون قاعد فين علشان هو اكيد يعرف حاجة عن جين، فبتقوله معرف وانا ماليش دعوة بالموضوع ده. بعد كده بنيجي لجون اللي بيروح يقابل جين وبيقول لها انه جالها منحة دراسية حلوة كده، فبتقوله منحة دراسية ازاي يعني؟ وبنعرف ان هو اخد فلوس من جده علشان تقدر تدفع بيها مصاريف جامعتها، وبيقول لها في المقابل ان انا هكون حفيد كويس ليه، وهو بيسافر لليابان كل شوية علشان العلاج بتاعه، فانا هبقى اروح معاه. ولما جين بترجع البيت بتلاقي باباها هناك وبيضربها وبياخد منها الفلوس اللي جون اداها لها. وساعتها بتفتكر وهي صغيرة لما جون كان جالها قبل كده الأوضة وهو عيان، وهي اللي قعدت تاخد بالها منه لأن مامته ما بتاخدش بالها منه. وساعتها وراها صورة كده لعيلته يعني، وجين لاحظت ان هو مش شبه ابوه ولكن هو شبه السواق. وتاني يوم راحت لأم جون وقالت لها انا عارفة سرك وان جون يبقى ابن السواق وان لو جده عرف هيموت. فساعتها الست بتتصدم قوي، وجين بتطلب منها انها ما توديهاش دار ايتام يا اما هتفضحها. فالست بتكون مصدومة قوي ان عيلة زيها بتعمل كل ده. بالليل وجين بتوري هدومها لجون بتلاحظ ان هو متضايق وبتسأله ماله، فبيقول لها ان مامته مش بترضى تخرجه من البيت خالص. فساعتها بتسأله هو انت كده متأكد انها بتحبك؟ ما هي لو بتحبك بجد هتسيبك تخرج عادي، لكنها بتتكسف منك ولو جات لها فرصة انها تخلص منك هتعمل كده. وساعتها ام جون بتبقى واقفة بره وسامعة كل ده، وجين عمالة تقول لجون ان هي مش بتهتم بيه حتى لما كان تعبان وان هي اللي اهتمت بيه. فام جون بتروح تكلم ابو جين وبتقوله بنتك دي مجنونة وعمالة تلعب في دماغ جون وبتكون هتوديها دار ايتام. فساعتها جين بتقول لها انها مش هتقدر توديها دار ايتام والا هتقول لجون ان السواق يبقى ابوه الحقيقي وان مامته خاينة وكذابة. وساعتها ام جون بتشدها بسرعة وهي بتفضل تنده على جون علشان يلحقها، ومامته بتاخدها وبتغرقها في البانيو وجون بيشوف كل ده. فساعتها بتشده وبتجري وبتقوله يتصل بالاسعاف ويقول لهم ان في طفلة وقعت من الدور التاني، وبتطلع على الدور التاني بسرعة وبتنط منه وبتفوق وهي في المستشفى وبتكون اتشوهت شوية، وبتسمع ام جون وابوها وهما بيتكلموا ان هما كده
مش هيعرفوا يستفيدوا منها. وجون بيفضل يسدلها ودانها وبيعيط، فبتسأله بيعيط ليه، فبيقول لها ان هو لقى المذكرات بتاعتها وفهم معنى اكس، وبيقول لها انه عرف عن شخصيتها التانية اكس اللي بتظهر وقت ما هو ما بيكونش موجود معاها، وانها عكس شخصيتها ديت ومش لطيفة خالص. وبيقول لها انه هيفضل جنبها ويحميها وانه هو بيحبها. وبنرجع تاني للوقت الحالي وبنعرف ان جين كانت في غيبوبة في المستشفى بقالها 3 ايام من بعد ما باباها ضربها، وبسبب كده فاتها الامتحان بتاع الجامعة والجامعة ما قبلتهاش. وفي يوم التخرج بقى جين كانت متضايقة جدا وبتضحك بالعافية أصلا. وفي الوقت ده أم جون كمان بتيجي، بس هو بيسيبها وبيمشي ورا جين، وبيكون في حرامي في الشارع وواحد بيجري ورا الحرامي ده. فساعتها جين بتفضل باصة للراجل اللي بيجري ورا الحرامي، وواضح كده إنها تستخدمه في مصيبة جديدة. في نفس الوقت ده كيم كان قاعد في السجن وعمال يرسم جين بكل حب. بعد كده البوليس بيجي وبيمسك الحرامي ده، وجين بتفضل باصة للراجل اللي كان بيجري ورا الحرامي، واللي بنعرف ان اسمه تشوي وان هو كان لاعب بيسبول بس دلوقتي اعتزل، وبيكون عنده كافيه. فجين بتروح له وبتقول له ان هو يوظفها في الكافيه ده علشان تستخدم الفلوس في دراستها وتدفعها، ففعلا بيوافق. وبعدها بتقعد مع جون، فبيقول لها ان هو لقى لها مكان تاني تسكن فيه علشان ابوها يبطل يضايقها، فهي بتقول له ان هي هتفضل في المكان اللي هي قاعده فيه عادي وهتبقى تتصرف مع باباها. فساعتها بيكون مستغرب جين شويه. بعد كده جون بيرجع لبيته وبيلم شنطته علشان يمشي، فمامته بتفضل تقول له ان هو ما يسيبش البيت، فبيقول لها مش انتي اللي رميتي جين وهي صغيره في الشارع في عز البرد لما باباها دخل السجن؟ فبتقعد تقول له ان هي عملت كده علشان تحميه وبتتوسل له ما يمشيش، بس بيمشي. بنيجي لجين اللي بتكون في الباص والاخبار بتكون شغاله وبتقول ان في ضحايا كتير قبل ما القاتل يخلص عليهم كان بيطاردهم، وساعتها مش عارفين الصراحه جين بتفكر ازاي. بعدها بنشوف جين وهي شغاله في الكافيه بتاع تشوي، وبيكون في الجامعه اللي جون فيها في شباب كتير معجبين بجين لان الكافيه قدام الجامعه، وفعلا بيروحوا علشان يعرضوا عليها يعني ان هم يرتبطوا بيها، بس هي بتقول لهم انها مرتبطه اصلا. وبنلاقي ان صورها انتشرت بشكل كبير وكل الناس بقوا معجبين بيها وبشكلها الجميل، وحتى الست اللي كانت قبل كده بتراقبها علشان تشتغل معاها في الوكاله بتاعتها عرفت الموضوع ده، وبيكون في واحد كده بيبص لها بطريقه غريبه شويه يعني. وبعد كده بنشوف زميل جين في الشغل وهو بيقول لها انتي مش متضايقه يعني ان الصور بتاعتك نازله وكده؟ فهي بتقول له لا انها مش متضايقه خالص. وكمان ساعتها بيحكي لها عن تشوي لما اعتزل مباريات البيسبول، وان هو بقى بيتفرج بس على المباريات ديت في الاوضه بتاعته. وساعتها بيجي شخص كده من وكاله معروفه، فجين بتسال زميلها مين ده، فبيقول لها يعني هو مين، وبيقول لها شكل تشوي هيرجع يلعب تاني بيسبول ولا ايه. بنشوف بعد كده الشخص اللي كان بيبص على صوره جين بطريقه غريبه وهو جاي يسال عليها في المحل، بس بيقولوا له انها مشت وبيطلعوا بره. بنشوف بعدها جون وهو بيرن على جين وبيسمع رنة تليفونها، ولما بيروح بيلاقي ان جين بتضرب الراجل اللي سأل عليها من شويه ده لان هو حاول يتهجم عليها. وبتيجي لجون وبتقول له انت لو كنت بتحبني بجد هتعمل اي حاجه علشاني، حتى لو هتخلص من راجل علشاني. وبتقول له بس انت مش كده، وبتمشي وبتسيبه. وبعدها بشويه الراجل اللي جين ضربته ده بيفوق، فجون بيقول له ان هو هيديله فلوس وهينقذه مقابل انه ما يقولش اي حاجه من اللي حصلت دي، وبيتصل بالاسعاف علشان ينقذوه. بنشوف بعد كده جين لما بترجع لبيتها وبتلاقي باباها هناك، ولسه من غير ما تتكلم حتى بيمسكها وبيهددها انه هيرميها من على السور ده لو عملت له اي حاجه، وبيبدا يضربها. بس الغريبه بقى انها بتفضل مستسلمه، ولما بيمشي بتضحك ضحكه كده شبه المجانين. وجون وهو طالع بيشوف ابو جين فبيجري عليها بسرعه علشان يشوفها، فبيلاقي علامات ضرب باباها، وساعتها بتساله اذا كان ممكن في يوم ان هو يضربها حتى لو هي اللي طلبت منه ده، فبيقول لها اكيد لا يعني. فساعتها بتقوم وبتمسك ايده وبتقول له ان غلاوته عندها غير اي حد وان هي مش عايزاه يتغير معاها، فبيحضنها. تاني يوم في الشغل تشوي بياخد باله من الجرح اللي على رقبه جين، بس جين ما بتكونش قالت له على اي تفاصيل، بس هو بيلمح لها انها لو محتاجه منه اي مساعده هو عادي ممكن تستغله يعني. فهي بتعمل نفسها الملاك البريء وبتقول له اكيد لا يعني. بنيجي بعد كده لجون اللي كان بيراقب ابوها اللي كان بيشتغل شغلانه مش مظبوطه يعني، ساعتها ابوها بياخد باله ان في حد بيراقبه وبيجري بسرعه، بس جون بيجري وراه وبيمسك الحجر وبيكون هيخلص عليه، بس في اخر لحظه بيتراجع، وجين بتكون شايفاه اصلا من بعيد وبيكون نفسها ان هو يعمل كده. والشرطه ساعتها كمان بتيجي وبتوقف
يوقفوا. وفي مركز الشرطة جين بتدافع عن باباها من جون، فجون بيتعصب وبيقول ان هي بتعمل كده علشان خايفة منه بس، وان على موبايله كل الأدلة. ولما بيفتح موبايله مش بيلاقي عليه اي حاجة لان الموبايل كان مع جين وهي مسحت كل حاجة. وبعد ما ابوها بيمشي بتروح لجون وبتقوله انت جبان علشان كان في ايدك انك تخلص عليه، وكنت هتقعد كام سنة في السجن وبعدها هتخرج عادي، فانا هتصرف انا بطريقتي المرة دي. ولما بترجع للبيت بتفضل تعمل جروح بالميك اب على وشها علشان تاني يوم يعني تشوي يسألها، وفعلا بيسألوها في الشغل، فبتقول لهم ان في حد بيطاردها بقاله فترة وهو اللي بيعمل فيها كده. فبيسألها جون ما عادش بيجيبها ويوديها ليه، فبتقول له ان هو قاعد عند جدته دلوقتي علشان كده مش هيعرف يوصلها. شوي بيعرض عليها ان هو يوصلها هو، وفعلا بيوصلها للبيت وبيديها بخاخ ترشه في وش اي حد لو جاي يضايقها، وساعتها هيوجعه في عينه يعني وهيسبب له ان هو ما يشوفش كويس. ولما بيوصلها بيتها بيكون مستغرب انها عايشة هنا اصلا، ولما بيكون لسه جاي يمشي بيلاقيها صوتت فجأة لان بيكون في علبة جواها فار ومكتوب عليها ان هي اللي عليها الدور الجاي، وساعتها الراجل اللي بيراقبها دايما بيكون موجود، فتشوي بيطلع يجري وراه بسرعة، وبيكون واضح كده ان ده مخطط من جين اصلا. ولما تشوي بيرجع بيعرض عليها انها تقعد عنده في البيت بس هي بترفض، فبيسيب لها مضرب البيسبول بتاعه علشان يعني تبقى تأمن نفسها بيه. تاني يوم بقى جين لما بتروح الشغل بتلاقي الست صاحبة الوكالة جات لها تاني علشان موضوع الشغل، فجين بتقول لها انها عندها موضوع عائلي لما تخلصوا هتبقى تفكر في الموضوع ده. وبعد ما الست بتمشي بيكون تشوي وزميلها مستغربين قوي هي ليه مش موافقة تبقى مشهورة، دي حياة حلوة على الأقل أحسن من اللي هي عايشاها دي. فبتقول لهم انها مش بتفكر في الموضوع دلوقتي. ولما بيسألوها عن جون لأن هم فاكرين ان هو حبيبها بتقول لهم انها مش حبيبته ولا حاجة. تشوي بيعرض عليها انها تبات عنده تاني وهو هيسيب لها البيت حتى لو هي محرجة او كده. وهم بيتكلموا بيجي زميلها في الشغل بيقاطعهم علشان يقول لتشوي ان هو شاف الولد اللي بيطارد جين على طول، ولسه جاي يقول له شافه فين. جين بتكون عورت نفسها بالغلط، فتشوي بيجري علشان يطمن عليها بسرعة. بنشوف بعد كده جين وهي بتبعت رسالة لتشوي وبتقول له انها رايحة البيت هتجيب منه حاجة. ولما بتروح هناك بتلاقي ابوها زي ما هي كانت متوقعة بالظبط، وبتديله الطاقية بتاعت الراجل اللي كان بيراقبها، وبتقول له انها جابت له الفلوس اللي كان عاوزها منها، وبتلبس ابوها الطاقية وبتحضنه وهي بتعيط. ولما بيجي يشوف الفلوس بيلاقي انها مدياله ورق، فبيفضل يضربها، وساعتها بيكون تشوي معاها على المكالمة وبيجي جري علشان يلحقها. وكمان جون بيكون لسه خارج من السجن وبيسمع صوت ضرب ابوها ليها لما بيتصل عليها، فبيجي هو كمان علشان يلحقها. وساعتها هي ما بتكونش بتقاوم خالص باباها وسايباه يضربها وعمالة تستفزه علشان يضربها اكتر، وواضح كده ان عندها خطة ما. ولما تشوي بيوصل بيضرب ابوها بمضرب البيسبول بتاعه، فبيفتكر ان هو مات، وساعتها بيكون مخضوض قوي من منظره. بس اللي ما يعرفوش ان هو ما بيكونش مات ولا حاجة، وانه بعد ما مشى جين اللي كملت عليه وخلصت عليه خالص، واتصلت بالبوليس وقالت لهم ان في حد جه اتهجم عليها هي وباباها وعمل في باباها حاجة. تاني يوم بقى الشرطة بيروحوا وبيقبضوا على تشوي بتهمة ان هو اللي عمل كده في ابو جين. وساعتها تشوي بيقول لهم انه كان فاكر ان ابوها ده هو الشخص اللي كان يعني بيراقبها لانه كان لابس نفس الطاقية، بس هما بيقولوا له انهم ما لقوش اي طاقية في موقع الجريمة، ودوت بسبب ان جين كانت اخدت الطاقية وقطعتها 100 حتة ورمتها. وساعتها تشوي بيفهم ان هو اتضحك عليه، لان ساعتها لما حاول يطلب الاسعاف لابو جين، بس جين قالت له ان هو ابوها لانه ما كانش يعرف ساعتها، وقالت له ما يطلبلوش الاسعاف. بنيجي بعد كده لجين اللي المحققين بيكونوا قاعدين معاها وبيسالوها شويه اسئله زي انها بلغت عن الجريمه متاخر ليه، فبتقول لهم ان هو بعد ما ضربها اغمى عليها ولما فاقت طلبت المساعده. بعد كده الراجل المحقق ده بيجيله مكالمه من الراجل اللي جال تشوي قبل كده اللي هو صاحب مكان كبير قوي، وبتكون جين واقفه سامعه كل دوت وبتسجل لهم وهم بيتكلموا ان هم عاوزين يلبسوها هي في القضيه، وهي كده كده هتاخد حكم مخفف بسبب الضرب اللي باباها ضربه لها ده، وان هم عاوزين يخرجوا تشوي من القضيه. وكمان جون بيكون قاعد بره وسامع كل ده وبيمشي ورا الراجل لحد ما بينزل تحت وفي حد بيجي يديله فلوس، وساعتها جين بتكون واقفه فوق وبتصوره. بعد كده المحقق بيروح لبيت جين وبيلاقي اثار الطاقيه في الحمام، وبياخدوا جين وهي في القسم في واحدة من شركة الإنتاج بتشوفها هناك، وبيقولوا لها ساعتها كل التهم اللي متوجهة ليها. وساعتها المحقق بيقول لها إن هو لقى الطاقية في البيت وكانت متقطعة كذا حتة، وبيقول لها إن باباه ما ماتش نتيجة ضربة واحدة بس، يعني مش ضربة تشوي هي اللي عملت فيه كده. وبيقول لها مفيش غيرك كان في البيت، يعني أكيد أنت اللي عملتي كده. بس جين مش بتقول أي حاجة. وبعد كده بتقول لمحقق تاني إن هي عايزة تروح للحمام، وقبل ما تروح بتقول لواحدة اللي كانت معاها إن هي تمسك تليفونها
تليفونها وهتلاقي عليه تسجيلات مهمة. وساعتها الست بتشوف التسجيلات فعلا وبتسلمها، وبيكونوا فعلا هيقبضوا عليه، بس الكرتونة اللي كان فيها فلوس الرشوة بيلاقوا فيها علب عصاير، وساعتها مش بيتهموه. فبيروح لجين وبيقول لها اوعي تكوني مفكرة ان انا هقع بسهولة، وبيطلع يعني ان هو خبى العلبة التانية، وبيقول لها ان هو مش هيسيبها غير لما يتحكم عليها في الموضوع ده. بنشوف بعد كده البنت اللي من شركة الانتاج وهي عند جين في السجن، وبتقول لها انها تقدر تخرجها من القضية دي. فجين بتقول لها انتوا عاوزين تساعدوني بس علشان اخش الوكالة بتاعتكم واشتغل ممثلة. فالبنت بتقول لها ان دي اخر فرصة ليها قبل ما يتحكم عليها وانها تسيبها تفكر. بنشوف بعد كده جون لما بيروح لمركز الشرطة وبيقول لهم ان هو اللي خلص على ابو جين، وان هو كان بيراقبه اصلا، وهو اللي كان بيطارد جين كمان، وان بعد ما تشوي نزل هو اللي خلص على ابوها وهي مغمى عليها. وساعتها فعلا بيخرجوا جين من السجن لان هم اكتشفوا ان اخر ضربة اللي ادت لوفاته كانت من ايد جون. وبنرجع فلاش باك ساعتها لما جين كانت خلصت على ابوها، وساعتها جون وصل في الوقت ده وافتكر كلامها لما قالت له ان هو ما يقدرش يحميها ولا حتى ينقذها من ابوها. فلم وراها كل الادله اللي تثبت ان هي اللي عملت وضرب ابوها هو الضربه الاخيره، ودلوقتي سلم نفسه علشانها. بصراحه عيل عبيط. بعد كده بيلاقوا دليل ان جون مش هو اللي عمل كده، وان صاحب الفندق اللي جون كان فيه قال ان هو كان عنده في ميعاد معين يعني، وده الميعاد اللي جون قال لهم ان هو كان عند ابوها. فساعتها بقى لما جم يحققوا معاه انفعل على الضابط اللي كان عنده وقعد يقول له انا اللي عملت كده، وكمان خلاص كان اتجنن تقريبا. بعد فتره بنشوف جين وهي مع الست صاحبه شركه الانتاج، وبتكون الست دي طلعتها من القضيه وطلعت جون كمان، وسجنت المحقق الفاسد وسجنت تشوي. الست دي بتطلب منها انها قبل ما تشتغل معاها تقطع علاقتها بجون نهائي، وبتقول لها ان ده بسبب انها تبقى مشهوره بعد كده، ومش عايزه الناس يقعدوا يدوروا في ماضيها ويكتشفوا حاجات ملهاش لازمه ممكن تعمل لهم مشاكل بعد كده. نيجي بعد كده الجون اللي بيروح لها وبيقعد يلومها على كل اللي هي عملته، وان تشوي ما عملش حاجه يأذيها بيها، هي ليه عملت فيه كده؟ فبتقول له ان هي ما ضربتوش على ايده يعني علشان يساعدها، وقالت له انها ما بتفكرش في حد دلوقتي غير في نفسها لانها زمان ما كانش في حد بيفكر فيها، وبتقول له انه جبان وانه كان يقدر يخلصها من ابوها من زمان قوي من قبل ما يحصل كل ده. وبالرغم من كل الكلام ده الا ان جون بيفضل متمسك فيها زي العيل الصغير، وبيفضل يترجاها انها ما تسيبهوش، بس هي بتسيبه وبينهار ساعتها. وبعدها بقى بفترة كده بتكون خلاص بقت ممثلة مشهورة قوي، وحتى تشوي بيشوفها في السجن وبيقعد يعيط على اللي هو عمله في نفسه بسببها ده. وبعد كام سنة بنشوف جين وهي ممثلة مشهورة وفي حفلة كده مع ممثل كمان تاني مشهور، وساعتها بيحصل لها موقف على الريد كاربت ان فستانها بيتشبك ومش بتقدر تمشي. فساعتها هيو الممثل المشهور ده بيجي وبيساعدها، وكل الناس بيتكلموا عن الكيمياء الحلوة اللي بينهم وان هم لايقين على بعض، وانا ذات نفسي شايفة كده بصراحة. نص الحفلة ديت بتتسأل سؤال عن ممثلة اسمها لي، وبيتكلموا ان بينهم مشاكل بسبب ان جين بقت بتاخد ادوار بطولة بدل لي، فجين بتنفي كل الكلام ده وبتقول ان هما في الحقيقة مقربين جدا، وطبعا باين يعني انها بتكذب. وساعتها جون بيشوفها في التلفزيون، وفي الوقت ده بيكون هو كمان بقى كاتب كبير قوي، وكيم خرج من السجن وبيتفرج عليها هو كمان. بعد كده بنشوف الممثلة ليدي وهي عند هيو في البيت، وبنعرف ان هما كانوا مرتبطين قبل كده بس هو ما عادش بيحبها وهي لسه لازقاله، وحتى مهما صدها بتفضل تعيط شوية وبترجع تاني عنده. تاني يوم بقى في التصوير بيكون جين ولي بيصوروا مسلسل مع بعض، وساعتها بتفضل تعيد المشهد اكتر من مرة وتتريق على تمثيل جين، تكون قصده تعيد المشهد كذا مرة مع ان جين ممكن يجيلها برد. فساعتها المخرج بيطلب من جين ان هي تعتذر للي علشان يخلصوا الموضوع ده، فجين فعلا بتوافق. ساعتها الست بتاعة الانتاج بتروح للي وبتهددها تبطل اللي هي بتعمله مع جين وهيو ده، وبتكون ماسكة عليها سر زي ما هي ماسكة على جين بالظبط. فساعتها لي بتجري وراها وبتترجاها، وجين بتكون شايفة كل ده. بنشوف بعد كده جين وهي قاعدة في صالون، وساعتها لي بتخش عليها وبتقول لها انا مش عارفة بجد السبب اللي بيخليني اكرهك قوي كده. فساعتها جين بتفتح موضوع ان صاحبة الشركة ماسكة عليها حاجة يعني، فساعتها لي بتتوتر قوي وبتخاف، وجين بتحذرها انها لازم تاخد بالها كويس لان هي ممكن تاخد مكانها في اي لحظة. وبعد كده بنشوف عامل توصيل مغطي وشه بخوذة وبيركب مع جين في الاسانسير وبيفضل يبص لها كده، وبنكتشف بعد كده ان عامل التوصيل ده هو كيم، وبيفضل يفتكر كل ذكرياته مع جين، وواضح يا عيني ان الولا واقع لها ما يعرفش اللي فيها. بنيجي بعد كده لأم جون اللي بتكون عند جده وبتطلب منه فلوس لان هي اخدت قرض ومش عارفة تسدده، ولما بيكونش راضي بتفضل تهدده انها هتروح لجون وهتاخد منه الفلوس بالعافية لو ما ادهاش، وساعتها الجد بيخلي الامن يطردها بره البيت. في يوم كده بقى جين كان عندها تصوير فيه بيكون جون موجود في نفس المكان ده، وساعتها هما الاتنين بياخدوا بالهم من بعض، وبيكون جون عينيه دمعت خلاص، بس
وساعتها مامته بتيجي وبتشده بعيد وبتقوله طبعا يبطل بقى يمشي ورا جين، بس هو مش بيسمع كلامها. فبتروح لصاحبة الشركة اللي جين فيها وبتبتزها بموضوع قضية جين وإنها تفضحها، بس الست بتكون أخدة الكلام دوت كلام فاضي. وساعتها جين بتخش، فأم جون بتمشي بسرعة. وبعد ما جين بتخرج من مكتب صاحبة الشركة لي بتقول لها إنها قريب قوي هتعرف القضية اللي عليها، لأن مفيش حد هنا بيخش من غير ما يكون عليه قضية يعني. في نفس اليوم جين وهي مروحة بتلاقي شاشة قدامها وفيها جون وهو بيقول قصيدة عن البنت اللي هو كان بيحبها ودايما كانت جنبه، بس دلوقتي مش عارف يتكلم معاها حتى، وطبعا قصده على جين يعني. فلما بتركب عربيتها بتسأل مساعدتها مين اللي سمح لجون ان هو يجي يعني الشركة بتاعتهم ويطلع في استضافة وكده، فبتقول لها ان لي اللي عملت كده. وفي نفس الوقت ده لي وجون كانوا مع بعض لان لي طلبت منه ان هو يوصلها للبيت، بس قبل ما بيروحها بتقوله انها تطلع تجيب حاجة بس. وساعتها جين كانت فوق بتحاول تسرق ملف القضية بتاعتها قبل ما لي تاخده، بس لي بتدخل عليها وبيكون معاها ملف قضيتها اصلا. وساعتها جين بتجري وراها وبتترجاها ان هي تديها ملف القضية، لي بتذلها وبتفضل تضربها وبتقولها، وجين مش بتعمل اي رد فعل وليه عمالة تضربها. وساعتها جون بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل ده اصلا، بس مش بيعرف يعمل اي حاجة. وفي الحفلة بتاعت الشركة بتاعتهم اللي بيعملوها كل سنة هيو بيتعب في الوقت ده ومش بيكون معاه مية علشان ياخد الدواء بتاعه، فساعتها جين بتيجي وبتديله مية وبتقول انا حسيت ان انت احتجتها. بعدها جين بتلاقي ان ليه جايبة معاها جون الحفلة بهدف يعني ان هي تغيظها وكده، بس جين بتغيظها من غير ما تكون قصده اصلا لما هيو بيجي وبيشكرها على اللي هي عملته معاه من شوية، فساعتها بيكون الغل باين في عيون ليه قوي. وفي الحفلة دي بيبدأوا يعرضوا اعمال كل الممثلين اللي في الشركة، وفي نص الاعمال دي بيظهر فيديو للي وهي عمالة تضرب في جين لانها بتكون متفقة مع المساعدة بتاعتها انها تصورها لو لي عملت لها اي حاجة. فساعتها لي بتمشي على طول وجين بتروح وراها وبتقول لها تركع على ركبتها، بس بتقول لها ولا اقولك مش فارق لي، انا كده كده زليتك دلوقتي باللي انا عملته ده. وبعد كده جين بتاخد بالها ان الضابط اللي اتقبض عليه في قضية تشوي زمان موجود في الحفلة ديت وبيهددها كمان، وساعتها جون بيكون واقف من بعيد وبيشوفها، بس جين بتعمل لنفسها من بنها. وبالليل بقى جون لما بيروح البيت بيلاقي جين قاعدة ومستنياه هناك، وانا ذات نفسي معرفش دخلت ازاي. وساعتها بتحضنه فبيضعف قوي وبيحضنها هو كمان، وبيقعدوا بعدها في اوضته وبتقعد تتكلم معاه شويه وبتقوله في نص الكلام وهي عماله تتمحلس عليه علمني ازاي احب هيو، فيعني الكلمه بتخش على قلبه زي السهم، بس هو طبعا مضطر يساعدها لانه بيحبها وممكن يعمل اي حاجه حتى لو بتستغله. وفي اليوم ده جين كانت باتت عند جون، ولما مامته راحت الصبح ولقيتها عملت معاه مشكله كبيره جدا، فساعتها جون جه ودافع عن جين، بس جين خرجت من البيت خالص، بس هو ما صدق انه لقاها فخرج كمان وركب معاها العربيه. وفي اليوم دوت كان جين عندها تصوير مع هيو، وبعد التصوير طلب منها ان هما يخرجوا وياكلوا مع بعض، فساعتها وافقت فعلا وبيروحوا يتكلموا فعلا. وساعتها بيحكي لها على قصه ان زمان كان في واحد عنده حساسيه من المكسرات، وكان في اكله اكلها يعني كان فيها مكسرات وهو كان عارف بس ما قالش، والاكله دي سببت انه تعب في اليوم دوت، فهو اخد بداله الدور، فبيلمح لها انها ما تدوسش على الناس التانية علشان توصل للي هي عايزاه، وبيقول لها ان هو هيفضل يشجعها لانه هو اكبر منها واكتر خبره. وجين في البيت بيجي لها رقم غريب وبيقول لها تيجي المكان اللي هو هيقول لها عليه يا اما هيفضحها، ففعلا بتروح على المكان ده وهيو اصلا بيكون في نفس المكان ده. وساعتها لما جين بتطلع المكان ده بتلاقي ان هو مكان يعني مش تمام شويه، وبتلاقي ممثل قديم مرمي على الارض كده، وساعتها الراجل بيقول لها ان هو بعد ما اتفضح حياته اتدمرت وبقى للحال ده، فبيهددها يعني ان هي ممكن توصل للحاله دي هي كمان. وساعتها هيو بيشوف جين وهي في المكان ده وبيسالها ايه اللي جابها هنا، فبتحكي له على كل حاجه، فبيقول لها ان هو هيتصرف هو ويساعدها. بنيجي بعد كده الكيم اللي بيروح لواحد كان معاه في السجن وبيكون بيشتغل معاه، وساعتها الشخص ده بيطلب منه ان هو يجيب معلومات عن ضابط معين، والضابط ده بيطلع نفسه اللي بيهدد جين، وساعتها فعلا بيروح عنده وبيبدل موبايلاتهم، وساعتها بيخترق موبايل الضابط، وبعدها بيرجع وبيقول ان هو خد موبايله بالغلط، وبالصدفه بيسمعه هو قاعد يتكلم مع حد عن جين وان هو عاوز يفضحها يعني، وبيسمع عن موضوع القضيه ده. وبعدها كيم بيروح يقابل جون وبيسأله عن موضوع القضية بتاع جين ده، فبيفهمه ان هي مظلومة وان اللي في السجن ده هو الجاني الحقيقي فعلا. بيجي بعد كده الجين اللي بتكون عند جون في البيت، وساعتها بيقول لها ان في حد هنا عايز يشوفها، وساعتها كيم بيطلع وبيحضن جين بسرعة قوي لانها بتكون وحشة. وساعتها كيم بيفضل قاعد معاها وبيحكي لها على كل اللي حصل في حياته في اخر 4 سنين كان محبوس فيهم دول، وبيقعدوا يهزروا مع بعض وبيكون قريب منها قوي. وساعتها جون بيكون متغاظ شوية بس خلاص اتعود بقى، المهم انها تبقى جنبه وخلاص ما عندوش دم.
وبتفضل تهزر طول الليل مع كيم، وبتقوله انها في مرة تبقى تعزمه على اكلة كده على حسابها، ولما بتيجي تمشي بيركبها تاكسي وبيديها موبايل مؤقت علشان تبقى تكلمه منه، وبيودعها هو وجون. في مرة بقى جين بتروح للعمارة اللي فيها جدة هيو، واللي بتكون كمان المساعدة بتاعتها جابت لها شقة فيها علشان تقدر تقرب لهيو اكتر، وبتكون بتوزع وجبات في العمارة ديت، وبتروح لشقة الجدة وبتديها الوجبة. فساعتها الجدة بيكون النهاردة الذكرى السنوية لموت بنتها، فبتاخدها عندها في البيت وبتقول ان هيو كمان جاي علشان يقعد معاها. وساعتها الجدة بتحكي لها عن بنتها وجين بتعيط، بس ساعتها هيو بيجي وبيشد جين برا وبيقول لها انتي ايه اللي جابك هنا. فبتحكي له على اللي حصل بس مش بيصدقها خالص، وبتقول له ان الناس كلها من حواليه شايفين ان هو شخص غريب، وانه دايما محمل نفسه الغلطة اللي حصلت من سنين على موضوع صاحبه ده، وبتقول له انها كانت بتعمل كل دوت علشان بتحبه، يعني بترميله في نص الكلام انها معجبة بيه يعني. فساعتها بيتصدم من اللي هي قالته ده، بس بعدها بتقول له انها اكتشفت ان هو شخص جبان ومش قادر حتى يواجه الماضي بتاعه. وبعد كده لما بترجع لجون البيت بتقول له ان هي خلاص قربت توقع هيو وهترتبط بيه قريب، وبعدها هتبقى تسيبه. وطبعا جون مش قادر يتكلم وبيحبها حتى لو هي مرتبطة بغيره ومش فاهمة ايه المريض ده. تاني يوم بقى جين بتكون اتفقت مع السواق بتاع هيو ان هو يوديه المكان كده، وفي المكان ده بيكون رايح يقابل حد، والحد ده هو الولد بتاع المكسرات اللي هو خد مكانه زمان قبل كده وحاسس بالندم كل الوقت ده. ساعتها بقى بيقعد يتكلم مع الولد ده وبيعتذر له ان هو كان بيبعت له رسائل التشجيع دي لو هي ضايقته. فساعتها هيو بيتعصب عليه وبيقوم يضربه، فالولد بيقول له ان جين اللي طلبت منه ان هو يجي يتكلم معاه، وبيقول له انها طيبة وكويسة يعني. فعلى طول هيو بيروح لصاحبة الشركة بتاعتهم وبيقول لها تخلي جين في حالها وتبطل تتدخل في المواضيع بتاعته، وبيقول لها كمان تعلن خبر انفصاله عن لي. وفعلا تاني يوم بينتشر خبر انفصاله عن لي، وساعتها بتكون هتتجنن. بنيجي بعد كده الكيم اللي بيخطف الضابط وبيهدده ببنته، لان بنته بتكون عندها كذا قضية عن الممنوعات يعني، وهو كمان اصلا راجل مرتشي، ففعلا مش بيبلغ عن جين وبيقول للراجل اللي معاه ما يبلغش عنها. بعد كده بنشوف جون وهو عمال يتفرج على المشهد بتاع جين وهيو، وفي نفس الوقت ده هيو كمان بيكون بيتفرج على نفس المشهد وبيبعت لجين وبيعتذر لها لانه بيفتكر لما اعترفت له بحبها، وبيقول لها ان هو عاوز يقابلها. ساعتها جين بتطلب من كيم ان هو يساعدها في موضوع كده، والموضوع دوت ان هو يحاول يعطل هيو وهو جاي لها الميعاد بتاعهم. ففعلا كيم النسخة التانية من جون تقريبا وبيفديها بروحه عادي جدا، وكان مستعد ان هو يموت نفسه وبيعمل حادثة مع هيو علشان يعطله. وفي نفس الوقت ده لي وجون كانوا قاعدين مع بعض وبتعرف منه ان هو بيحب جين، وفي نفس الوقت دوت بقى هيو كان بيكون رايح لجين جري علشان يلحقها. وفي نفس الوقت دوت كان في شباب عمالين يتكلموا على صورة جين بطريقة مش كويسة يعني، فهو بيضربهم بس هو بيكونش شايف قدامه شوية، فهو اللي بيتضرب في الشارع. في نفس الوقت ده بقى جين كانت مع هيو لانه هو وصل لها، وبيتكلموا ان هي كانت هتفضل مستنية عادي حتى لو ما هو ما جاش. وساعتها هيو بيعترف لها بحبه وبيقربوا من بعض، في حين ان جون كان مرمي على الارض يا عيني وعمال يفتكر ذكرياته المهببة مع جين. وبكده الحلقة بتكون خلصت، وشكلي في مفاجآت كتير هتحصل للحلقة الجاية، فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا الحلقات الجاية عندي على طول. واكتبوا لي بقى انتوا حابين مين معاها اكتر ولا مش حابين حد خالص، بما ان جون يعني يا عيني وكلهم متبهدلين معاها.